البيان الرسمي للمؤتمر السنوي الثاني كينيا نيروبي. اختتم اليوم 26 يناير 2025 المؤتمر السنوي الثاني لمنتدى وحدة كرة الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي بين 25 و 26 من الشهر الجاري، وشارك في هذا المؤتمر وفود ممثلة لمجتمع كري من الصومال وإثيوبيا وكينيا وتشاد ودولة الشتات. تمثلت المشاركة من سياسيين وعلماء وشخصيات ثقافية ورجال أعمال ومغتربين ونساء وشباب. تم خلال المؤتمر مناقشة القضايا المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والوحدة وتعزيز التعاون بين المكونات المختلفة للمجتمع الكري من مختلف الدول، وتنمية ثقافة المجتمع والحفاظ على لهجته مهاو، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات. وإليكم أهم نتائج المؤتمر. أولاً، أعرب المؤتمر عن امتنانه لمجتمع كري في كينيا لاستضافة مؤتمر 2025، كما أشاد المؤتمر بدور منتدى وحدة كرة في تنظيم المؤتمر. ثانياً، العمل على تحقيق الوحدة بين أفراد كرة من خلال الاندماج الاجتماعي في بلدانهم الأصلية. ثلاثة، تطوير القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الإيجابي بين كافة شرائح مجتمع كرة المختلفة. رابعاً، اتفق المؤتمرون على أهمية كتابة لهجة كرة مهاو، كما وأشاد المؤتمر أيضاً بالجهود المبذولة للحفاظ على تقاليد النبيلة لمجتمع كرة. خامساً، الحفاظ على مؤتمر مجتمع كرة وسيتم عقده سنوياً وبالتناوب. سادساً، عزز المؤتمر مبادئ التعايش السلمي المشترك والحفاظ على حسن الجوار. سابعاً، دعا المؤتمر إلى تمكين الشباب والمرأة. ثامناً، إنشاء مجلس فني مكون من الدول الأربعة لتنسيق الأنشطة المستقبلية لمجتمع كرة المؤتمرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.